السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بفيديو حلو قوي جديد، واول مره اعمل معاكم السبانخ باللحمه المفرومه بطريقه حلوه وجميله جدا. متنسونيش بقى باللايك، واللي مش لسه بشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وتعالوا بقى نشوف هنعمل السبانخ بتاعتنا ازاي. انا كده بقى معايا حله على البوتاجاز فيها شويه من الزيت، وهنزل ببصلتين مقطعهم كده صغيرين زي ما انتم شايفين كده، وهقلبها بقى لحد ما تصفر معايا. وهنزل باللحمه بتاعتي. اللحمه بتاعتي فيها نسبه من الدهون برضو، دي هتخلي طعم السبانخ بتاعتنا حلو وجميل. انا هنزل باللحمه على البصله، انا عايزه البصلايه بتاعتي تدبل، يعني مش عايزه تحمر، هي مجرد ما تدبل بس. هنزل باللحمه، وهنزل بقى برشه من الفلفل ورشه من البهارات، وهقلبها لغايه ما زي العصاج بالظبط، يعني هعصجها تمام زي ما شايفينها كده. كده اللحمه اهي اتعصجت معايا. هنزل بقى بالطماطم. الطماطم بتاعتي كانت انا مفرزاها في الفريزر، فعشان كده هي متلجه. انا بقى نزلت بالطماطم وهسيبها بقى تتسبك كده. هي اتسبكت اهيت. انا بقى هنزل بالخضره بتاعتي. هنزل بكزبره، مش بقدونس، الكزبره بتخلي السبانخ حلوه. نزلت كده بقى بحزمه من الكزبره، وهقلبها بقى مع اللحمه والصلصه. ما انتم شايفين كده. انا السبانخ بتاعتي متلجه مفرزه، كنت مفرزاها في الفريزر مش فريش. انا هجيب السبانخ من الفريزر على الحله على طول، يعني ما سيبهاش تفك. السبانخ اللي بتفرزيها ما سيبهاش تفك. زي ما انتم شايفينها كده، جبتها متلجه بالفريزر، طلعتها يدوك من الكيس واروح حطوها في الحله على طول، سقطوها في الحله اكنك لسه جايباها فريش بالظبط. وهغطيها بقى تعالوا بقى نشوفها اهيت بعد ما فكت من التلج. هقلبها بقى كلها ببعضها كده تستوي، تاخد وتدي مع نفسها كده وتستوي وتبقى وبعد كده نزودها بالشوربه زي ما انتم شايفين كده. وبكده بقى انا هنزودها بقى الشوربه. انا مظبطه الشوربه بتاعتي، فهنزل بقى عليها ازودها عشان تكمل السوا بتاعها. السبانخ من الاكلات الجميله وحلوه وفيها حديد، لازم ناكلها. كده بقى انا هسيبها بقى واغطيها واسيبها تستوي، وتعالوا نشوفها بعد ما استوت شكلها عامل ازاي. شايفين الشكل؟ جميله جدا. جربها بالطريقه دي، حلوه وبتخلي طعمها مسكر وجميل قوي يا سيدي. تحفه. جربوها يا جماعه، مش هتندموا. الطريقه دي حلوه قوي. وانتظروني بقى في فيديو جديد، ومتنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو، وشكرا على الكومنتات الحلوه اللي بتكتبوها لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.